شهر أكتوبر من الشهور المميزة جدا للمصريين وكمان للسوريين، لأنه شهر النصر، شهر استرداد الحق لأهله، وشهر عزة وكرامة لكل مصري وكمان لكل سوري، وبالأخص تاريخ 6 أكتوبر، التاريخ اللي مازال محفور جوانا بقاله أكتر من 50 سنة ومازال بيتوارث مع استمرار الأجيال، تاريخ استردادنا لحقنا وأرضنا، وتاريخ انتصارنا على الأعداء، وتاريخ استشهاد جنودنا العظيمة. 6 أكتوبر كان ومازال علامة فارقة في تاريخ مصر والمصريين، لأن أحداثه كانت كتير، بتبدأ من أول شن الهجمات الجوية المصرية على سيناء المحتلة من ناحية، والناحية التانية شن هجمات جوية سورية على هضبة الجولان، لحد عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف واسترداد السيادة الكاملة على قناة السويس وجميع الأراضي في شبه جزيرة سيناء، وكمان على مرتفعات الجولان السورية وتسليمها للقيادة السورية. وعلشان المصريين بيحبوا يحطوا الختم بتاعهم على أي انتصار ليهم، فعلموا على الأعداء بإجبارهم على لبس البيجامة الكستور علشان تكون ذكرى خالدة ليهم ولهزيمتهم. والفكرة كانت فكرة الرئيس الراحل أنور السادات رحمة الله عليه، كان مهتم إن عملية تسليم الأسرى تكون بطريقة مختلفة عن المعتاد، ورسالته وصلت للعالم كله: مصر لا يمكن أن تهزم أبداً. وفعلاً فضل ربنا علينا كبير في انتصارنا في الحرب، علشان نخلد ذكريات الحرب والانتصار ونعلمها لأولادنا لازم نخليهم يشوفوا الأحداث بعينيهم من خلال زيارتهم لبانوراما 6 أكتوبر في القاهرة. ولسه للحديث بقية في حلقات كتير جاية، بس ما تنسوش تتابعونا في ضيافة علشان يوصل لكم كل ما هو جديد في عالم السياحة.